مساء الخير وحلقة جديدة في الكرة مع عاكف. النهاردة بقى هنعمل لكم تغطية للمباراة، أو هنتكلم على المباراة اللي أقيمت امبارح ما بين الأهلي وإنتر ميامي. طبعا احنا عملنا لكم فيديوهات وطبعا غطينا لكم الحدث من جوه الملعب. زي ما شفتم امبارح النادي الأهلي تعادل مع إنتر ميامي بدون أهداف. النادي الأهلي كان مستحوذ الشوط الأول تماما، ضيع فرص غريبة وعجيبة وضيع ضربة جزاء. الشوط الثاني انتر ميامي قدر ان هو يرجع للمباراه، وكان ليه كور برضه خطيره، لكن دفاع النادي الاهلي ومحمد الشناوي قدروا ان هم يسيطروا على الهجمات بتاعه انتر ميامي. انا برضه مش عايز الناس تلوم على اللعيبه، يعني تحس برضه ان اللعيبه كانت خايفه شويه من الموضوع. الاهلي كان بيلعب كاس عالم على طول، الاهلي بيلعب بطولات دوليه على طول ومتعود على البطولات العالميه، ولكن البطوله دي تحسها حدث مختلف. حتى الافتتاح، الجمهور تقريبا كان فيه 62 ألف متفرج. ودي بقى النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها بعد في آخر الحلقة، ردا على الناس اللي كانوا بيطلعوا في الاعلام ويقول لك التذاكر ما اتباعتش وجمهور الاهلي فين وكل الكلام ده. لان جمهور الاهلي ده بصراحه يستاهل التحيه والتقدير، جمهور عظيم ورا فرقته في اي مكان في العالم. بس طبعا بعد ما اتكلم عن المباراه هرجع لكم للنقطه دي. فزي ما بقول لكم المدرب تحسه برضو ان هو يعني مش راكز قوي على التشكيل بشكل كبير. يعني انا بشوف بصراحة ان زي ما قلت لكم قبل المباراة ان هو كان محتار في ناحية الجبهة الشمال دي، لاعب كوكا ولا كريم الدبيس ولا يحيى عطية الله. ولكن في النهاية هو لاعب كوكا، اللي انا بصراحة بشوف ان هو ليه تأثير سلبي في الناحية الشمال. يعني كوكا تحس ان الناحيه الشمال دي مش موجوده تماما، بالذات في الشق الهجومي، ومتهيألي بشكل كبير هو ده اللي مأثر على اداء زيزو لما كان بيلعب ناحيه الشمال. او حتى لما امام عاشور برضو كان بيلعب. الف سلامه طبعا لامام عاشور، مش هيكمل البطوله لانه جاله كسر في الترقوه وراح على المستشفى بعد المباراه على طول. وهيعمل عمليه جراحيه علشان خاطر الكسر اللي عنده. فالف سلامه طبعا لامام عاشور، ليه تاثير سلبي قوي على اداء النادي الاهلي حتى في المباراه. ودي بتبقى حاجه صعبه لما بيبقى عندك لاعب مهم ولاعب ليه تأثير كبير زي إمام عاشور على الفرقة ويتصاب في نص الشوط الأول. بتبقى حاجة صعبة وبتبقى دربكة بالنسبة للمدير الفني. يعني تحس حتى المدير الفني لما نزل زيزو هو مش محضر للتغيير ده، مش عارف هو لو حصل حاجة مثلا لواحد زي إمام عاشور مين اللي ممكن يلعب مكانه. لأن أنا بشوف برضو إن زيزو كان ممكن ينزل مكان أحد الأجنحة، ما ينزلش مكان امام عاشور، لكن طبعا هو بيلعب بطريقه مختلفه، فكان الدفع بزيزو واجب. علشان كده برضو خرج زيزو، لان زيزو تحسه بدنيا لسه برضو مش في الفورمه، بدنيا وفنيا لسه برضو مش منسجم مع الفريق، ولكن بيعمل مجهود عالي. وزيزو في الفترات القادمه هتلاقيه انسجم ودخل وانخرط في الفريق، وهتلاقي اداؤه مؤثر، وان شاء الله يكون احسن بديل لامام عاشور في الماتشات اللي جايه. الحاجه برضو اللي انا عايز اتكلم فيها وهي ضربه الجزاء. ما ينفعش يا تريزيجيه تبقى انت مثلا الثالث او الرابع. تريزيجيه لاعب كبير وكلنا بنحبه وطبعا هو قلبه على الفريق وقلبه على الاهلي، لكن ما ينفعش انت تبقى رقم ثلاثة او رقم أربعة في تسديد ركلات الجزاء وتخش تصر ان انت تشوط ضربه الجزاء. ولكن هي دي المشكله، لان المدير الفني لسه جديد، فتحس ان الرولز مش محطوطه. كل ال يعني اي مدير فني كده بيبقى حاطط ترتيب لكل حاجه، ضربات الثابته، ضربات الجزاء، كل الحاجات دي. فلما المدير الفني يبقى مستقر بشكل نهائي الموضوع ده ما بيبقاش فيه جدل. ولو معرفش بانت امبارح في التلفزيون ولا لا، لان انا كنت في الملعب وما اتفرجتش عليه في التلفزيون. ف وسام ابو علي بعد ضربه الجزاء او قبل ضربه الجزاء ما تتشاط كان متعصب وكان هو عايز يشوط ضربه الجزاء، بالرغم ان زيزو هو اصلا كمان محطوط نمره واحد في ضربات الجزاء وسام ابو علي محطوط رقم اتنين. فانا اعتقد ان دي كانت غلطه كبيره، وخصوصا كمان ان الجمهور كان بينادي اسم زيزو قبل ما ضربه الجزاء تتشاط.
فما كانوش يعرفوا ان تريزيجيه هو اللي هيخش. ما اعرفش برضو الموضوع ده وتر تريزيجيه بسيط، لانه تريزيجيه برضو بيشوط ضربات جزاء ولاعيب عنده خبرات، وممكن اي حد يشوط ويضيع، ولكن انت المفروض تمشي بالرولز اللي حاططها المدير الفني للفريق. فاللي حصل بقى قدر الله ما شاء فعل، تريزيجيه شاط ضربه الجزاء وضاعت. كانت فرصه كبيره ان النادي الاهلي يسجل، لكن مش مكتوبه للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي ضيع فرص كتيره جدا من اول كوره انفراد امام عاشور لحد ضربه جزاء تريزيجيه. كور كتيره ضاعت لكوره حسين الشحات في اخر المباراه. احنا في الملعب جالنا ذهول، مش مصدقين ان حسين الشحات ضيع ضيع الانفراد ده. كانوا رايحين 4-2، كان معاه قفشه وكان معاه اتنين طاهر محمد طاهر، يعني كان معاه لعيبه كبيره، كان ممكن يباصي لحد منهم ويعمل ثرو باس، لكن هو يعني اختار الحل الفردي. وتحس ان هو تعب، لان هو جري من نص الملعب لاخر جزء في ال 18، فتحس ان هو تعب، ما عرفش يتصرف، فكر تفكيرين: يا ترى انا ارقص واشوط ولا اباصيها لحد؟ ففي النهايه ما عملش ولا دي ولا دي، وضاعت فرصه كبيره كانت ممكن تخلص على احلام انتر ميامي، وكانت هتبقى دفعه كبيره للنادي الاهلي. طب فرص النادي الاهلي ايه الفتره اللي جايه، خصوصا في ماتش بالميراس او ماتش بورتو البرتغالي؟ انا بشوف لو الاهلي لعب بالاداء اللي لعب في الشوط الاول، هتلاقي ان شاء الله النادي الاهلي ممكن يكسب المباراتين. هتقول لي ده المفروض الماتشين اصعب من ماتش انتر ميامي. هم اصعب من ماتش انتر ميامي. بالميراس هتلاقي التحولات الهجوميه بتاعته اسرع بكتير من فريق انتر ميامي. الفرقه هتلاقيها متكامله عن انتر ميامي، لان انتر ميامي تحس ان هم 99% معتمدين على ميسي. اي كوره لازم تطلع من ميسي، اي كوره لازم يباصوها لميسي، الكورنر، الضربات الثابته، كل حاجه هو اللي بيعملها. فتحس ان نقطه القوه بتاعتهم هو ميسي بس. فممكن السيطره عليها ان انت تخلي معه كذا لاعب ان هم يقابلوه دايما، لان كان بنشوف حمدي فتحي، مروان عطيه، اي حد جاي امام ميسي دايما بيقابله. فبرضه بتبقى فرص ميسي، خصوصا ان هو مش مثلا ميسي بتاع لما كان طبعا في عز مجده في برشلونه. برضه السن بيبقى عليه عامل كبير، ولكن طبعا لسه ببريقه، لسه برضه بيلعب ضربات الثابته حلو، بيعدي كويس، بيعمل ثرو باس، فلسه طبعا في رونقه. ولكن زي ما بقول لكم، لما بيبقى عندك كذا لاعب بيقدر ان هو يسيطر عليه، بتلاقي خطوره انتر ميامي مش موجوده. ولكن المباراه اللي جايه هتبقى مختلفه، فلازم الاهلي يركز بشكل كبير علشان يقدر يفوز على بالميراس. لو الاهلي فاز على بالميراس، خلاص الاهلي هيخش الدور الثاني، لان بنسبه كبيره بورتو ممكن يكسب انتر ميامي او يتعادلوا، ويبقى الاهلي 4 نقاط ويبقى فارق عن كل الفرق اللي معاه. ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي. الحاجه بقى الاخيره اللي انا عايز اتكلم فيها، وهو الناس اللي كانت بتشكك في جمهور النادي الاهلي قبل كاس العالم. والناس كتير ومواقع مصريه واعلاميين شفناهم كتير، زي خالد الغندور واسلام صادق ومش عارف، كل الاعلاميين اللي احنا عارفين ان هم كلامهم كله موجه علشان يحبطوا جماهير النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي. ايه رايكم بقى في جمهور النادي الاهلي امبارح؟ هل شفتم اي فريق في العالم جمهوره بيبقى اكتر من الفريق المضيف في ملعبه وفي وسط جمهوره؟ دي حاجة ما بيعملهاش الا النادي الاهلي. في امريكا بقى، في الصين، في اليابان، في اي مكان جمهور الاهلي حاضر، مسافر وراه من كل الاماكن. انا امبارح عملت لقاءات مع جمهور النادي الاهلي، استغربت لقيت ناس جايه من فرنسا. يا جماعه ده فرنسا مش قريبه، كانها برضو جاي من مصر لامريكا. ناس جايه من كندا، ناس جايه من استراليا، ناس جايه من كل العالم علشان تشجع النادي الاهلي. النادي الاهلي تقريبا جمهوره امبارح كان 40,000 متفرج من 60 او 61,000 متفرج كانوا موجودين في الملعب. الملعب كان مليان. يعني انا عايز اقول لكم عشان نخرج من الملعب كانت مشكله، لان العدد كان كبير جدا والعربيات كانت كتير جدا. ولكن جمهور النادي الاهلي بيثبت دايما انه اعظم جمهور في الكون، ورا فريقه دايما في اي مكان. بس عشان الناس اللي فاكره يقول لك ده اسعار التذاكر، خالد غندور كان بيقول لك ايه، الفيفا هيقلل اسعار التذاكر ومش هيقلل اسعار التذاكر.
ولا الكلام ده اصلا يفرق مع الجمهور، لان الجمهور ده جاي دافع له على الاقل 2000 3000 دولار تذاكر طيران واقامه واكل وكل الحاجات دي، وجايين هم واسرهم. فما تقولوش اي كلام انتوا مش عارفينه، علشان انتوا ما تعرفوش جمهور النادي الاهلي اللي بيضحي باي حاجه، بيضحي ان هو ياخد وقت يعني اوف من الورك من الشغل بتاعه، بيضحي ان هو يدفع فلوس كتير علشان يحضر ماتش بعيده وهي مباراه واحده بس، مباراه الافتتاح. فبصراحه الواحد مش عارف يوصف الجمهور ده، حتى صوتهم يا جماعه في الملعب وتشجيعهم. الجمهور بتاع انتر ميامي كان قاعد بيتفرج على جمهور الاهلي طوال المباراه ازاي بيشجعوا، ازاي بيدعموا فريقهم طول الماتش، مش بس مثلا لو الفريق جاب جون او في هجمه خطره. لا، جمهور النادي الاهلي ده ليه كل التحيه، جمهور كبير، جمهور عظيم. واخر حاجه بقى ان شاء الله هنفضل معاكم ونتابع لكم المباريات من ملاعب كاس العالم، واستنونا بقى في تقرير اللي هو ما بعد المباراه. وطبعا حطينا شويه فيديوهات معانا علشان تتفرجوا عليها من قلب الملعب، ولقاءات مع الجماهير سواء انتر ميامي او جمهور النادي الاهلي. واستنونا في حلقه جديده في الكره معاك.